بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أعزائي الطلاب في درس آخر، وهو الحياة الدينية في مصر القديمة أو مصر الفرعونية. خصائص الديانة المصرية القديمة. طبعا المصريين شعب متدين بطبعه، وتمثلت في أن المصريين عبدوا الكائنات الحية وقوى الطبيعة، وذلك لأمرين: أما تخوفا مثل التماسيح والأسود عبدوها تخوفا، أو لفائدة مرجوة من هذه القوى مثل الشمس أو القمر، أو إعجابا بها مثل البقر اللي أطلقوا عليها اسم حتحور. طبعا احنا عرفنا أهمية البقار بالنسبة للمصري القديم، وأنها كانت بتساعده في الأرض. أيضا المصريين القديم ما عبدوش هذه القوى لذاتها أو لنفسها، ولكن على أساس أنها تمثل رموز أرضية لقوى خفية لا تعيش على الأرض. وكانت هناك معبودات محلية وكذلك أخرى معبودات عامة، يعني محلية خاصة بإقليم معين أو منطقة معينة، وعامة مثلا على أساس الدولة. طبعا هنلاحظ أيضا المصريين آمنوا بالبعث والخلود، واعتبروا الموت نهاية لمرحلة مؤقتة وبداية لحياة الخلود، حياة تعود فيها الروح إلى الجسد ليحيا إلى الأبد. وهنلاحظ أيضا من الخصائص عند المصريين أنه عندهم المقابر الحصينة، وكانت مقابر محصنة مثل الأهرامات، وكانت شديدة الحراسة لتجنب السرقة أو العبث بالموت. بالنسبة للتحنيط كذلك هنلاحظ اهتم المصريون تحنيط الجسد للحفاظ عليه لتتعرف عليه الروح عند البعث. هناك أيضا الأساس الجنائزي، تزويد الميت بالضروريات من الأدوات والأساس اللي بيستعملها بعد الموت. يبقى إذن من نتائج إيمان المصريين بالبعث والخلود هو الاهتمام بالمقابر الحصينة والتحنيط والأساس الجنائزي اللي كان بيوضع مع الموت. أيضا هناك الإيمان بالحساب بعد الموت أو العالم الآخر والمحاكمة. ودوت هنلاحظ إنه المصري القديم اعتقد إنه سينتقل إلى عالم آخر بعد وفاته، وسيبعث ويقف أمام محكمة إلهية. تكون مهمة هذه المحاكمة هي محاسبته والحكم عليه. أيضا سمى المصريون إلى التوحيد وسعوا إلى التوحيد، وذلك اتضح من خلال العبادة الآتونية اللي ندى بها الملك أمنحتب الرابع، اللي بعد كده عرف باسم أخناتون، وكان بيدعو إلى عبادة إله واحد وهو آتون، ممثلا في قرص الشمس. وزي ما قلنا غير اسمه من أمنحتب الرابع إلى أخناتون، يعني المخلص لآتون، ونقل العاصمة من طيبة إلى أخي تاتون في تل العمرنة بعيدا عن معارض. طبعا هذه الدعوة سرعان ما انهارت وقضي عليها، ويرجع ذلك إلى محاولة أنصار الملك فرض الدعوة بالقوة. أيضا انشغال أخناتون بالثورة الدينية وإهمال شؤون البلاد. قيام كهنة آمون بثورة مضادة قضت على مذهب أخناتون أو الدعوة إلى التوحيد. أثر الدين في أخلاق المصريين، لأنه معروف أن الدين هو ضمير الأمة ودستور العلاقات الإنسانية.
وطبعا تعاليم الدين بتحض على الفضيلة ونبذ الرذيلة وتدعو إلى التحلي بالصفات الحسنة. فبالتالي بيكون للدين دور في الأخلاق الحميدة أو الحسنة. بالنسبة للكتابة أو الحياة الثقافية والفكرية عند المصريين، طبعا تمثلت في تطور الكتابة، وكانت هناك أنواع من الخطوط مثل الخط الهيروغليفي اللي معروف بالخط المقدس، وده عبارة عن رموز وصور لكائنات حية وظواهر طبيعية كان بيعبر بها المصري عن المعاني اللي بيردها، وكانت تستخدم في تسجيل النصوص الدينية على جدران المعابد والمقابر. الهيروطريقي وهو خط رجال الدين، وده كان نوع مبسط من الكتابة الهيروغليفية ودونت به أغلب آداب المصريين. سبب اختراعها للكهنة هذا الخط هو صعوبة نقش ورسم الصور الهيروغليفية، أو ممكن نقول صعوبة استخدام الهيروغليفي، ولتوفير السرعة في الكتابة ونشر المعارف والعلوم. هناك خط ديموطيقي وهو الخط الشعبي، وده كان بيستعمله العامة في الكتابة، وظهر في العصر المتأخر، وكان بيستخدم في تدوين كافة نواحي الحياة اليومية، وكان بيستعمل في العصر اليوناني والروماني. وأيضا هناك الخط القبطي أو الكتابة القبطية، ودي ظهرت بعد انتشار المسيحية في مصر في القرن الثاني الميلادي. كانت عبارة عن خليط من حروف إغريقية بالإضافة إلى حروف ديموطيقية. طبعا أدوات الكتابة عند المصري القديم كانت من الأحجار والمعادن والخزف قبل معرفة الورق، ثم بعد ذلك قراطيس من ورق البردي ومداد الحبر الأسود أو الأحمر وأقلاما من بالنسبة لمراكز العلم في مصر القديمة، طبعا عندنا المدارس، والمدارس ظهرت في أواخر الدولة القديمة، وكان بعضها متخصصة في بعض العلوم مثل الطب والهندسة، ومدارس لتعليم الدين في المعابد، ومدارس ملحقة بالجيش. وكانت تدرس اللغة والأدب، وتدرس اللغة والأدب والتاريخ والجغرافيا والحساب. أيضا هناك مراكز البحث العلمي مثل جامعة أون أو هليوبلس، واللي كان بيطلق عليها بيوت الحياة، وتعد أول مركز علمي في التاريخ في مجالات الدين وعلم الفلك والطب والهندسة. وعن طريق هذه الجامعة وضع التقويم الشمسي الذي يعمل به العالم، وكان لها شهرة واسعة، وكان بيحضر إليها طلاب العلم من جميع أنحاء العالم. بالنسبة للأدب أيضا، الأدب يعتبر مرآة الشعوب، وبيعبر عن أفكار المجتمع عن طريق الأدباء والشعراء. وترك المصري القديم تراثا كبيرا من الأدب يرجع إلى عصر بناة الأهرام، وسبقوا به الأدب الإغريقي بأقصر من 25 قرن، يعني حوالي 250 سنة. وينقسم الأدب إلى الأدب الديني، وهو اللي بيتناول موضوعات خاصة بالمعبودات والبعث والخلود والحساب. وهناك أساطير دينية مثل قصة إيزيس وأوزوريس. وطبعا أمثلة الأدب الديني مثل نصوص الأهرام، وده عبارة عن مجموعة من التعاويذ والشعائر الدينية بتدون على جدران الأهرام في عصر الدولة القديمة.
أيضا نصوص التوابيت، ودي أيضا كانت كتابات دينية دونت على التوابيت الخشبية وانتشرت في أوائل عصر الدولة الوسطى. أيضا هناك كتاب الموتى، وده عبارة عن تعاويذ وأدعية دينية كتبت أو دونت على أوراق البرد لتوضع مع المتوفي في الكفن أو في التابوت، وظهرت في عصر الدولة الحديث. أدب القصة والرواية، وتناولت القصة في مصر الفرعونية قصصا حقيقية وخيالية، يعني تنوعت زي ما قلنا بين الخيال مثل قصة الأخوين وقصة الملاح التائه، وحقيقية مثل قصة سنوهي أو قصة القروي الفصيح. ومصر سبقت قلنا بلاد الإغريق في معرفة أيضا الدراما، وكانت ظهرت أول دراما تمثيلية تقريبا عام 3400 قبل الميلاد. هناك أيضا أدب الحكمة والنصيحة، وده بيتناول نقل التراث الروحي والديني وقواعد الحياة الشخصية والاجتماعية من جيل إلى آخر. وكان هناك حكماء في مصر القديمة، كان من أشهرهم بتاع حتب في الدولة القديمة، وكذلك الحكيم آني في عصر الدولة الحديثة. أما الأدب السياسي هو آراء الأدباء في أعمال السياسيين وأعمال الملك. وهنلاحظ في عصر القوة كان الفرعون طبعا في أي عصر وأي مكان كان بيتم امتداحه وتقديره من الشعراء والأدباء. وفي عصر الظلم والفوضى كان يوجه إليه تهم الظلم، والبعض بينصح الملك باتباع العدل، يعني مرة محاجمة ومرة أيضا مسالمة. أما بالنسبة للعلوم في مصر القديمة فهنلاحظ أنها قامت على أساس من التجربة والخبرة، ويرجع نبوغ المصريين القدماء في العلوم لرغبتهم في اكتشاف الكون. ومن أشهر العلوم عندنا علم الحساب، والمصري كان مهتم بالحساب طبعا لاهتمامه بالجمع والطرح والضرب والقسمة، وحساب أيضا مقاييس النيل والأراضي الزراعية. وهنلاحظ أن المصريين عرفوا الكسور، وكذلك عرفوا علم المساحة وقدروها بالزراع. وزي ما قلنا اهتم المصريون بعلم الحساب لمعرفة أو قياس فيضان النيل والضرائب على المعاملات التجارية والزراعية، وحساب المواسم وتسجيل رواتب الموظفين. من العلوم أيضا اللي اهتم بها المصريون علم الهندسة، وأيضا أكبر دليل على براعتهم في هذا العلم هو بناء الأهرام. بالنسبة للفلك طبعا كان للدين وارتباطه بحياة المصريين أثر كبير في تطور علم الفلك. والدليل على ذلك أنه كهنة أول من اهتموا بدراسة علم الفلك وعرفوا التقويم الشمسي، وتوصلوا إلى معرفة مواقع الكثير من الكواكب والنجوم. الطب والتحنيط طبعا عرف المصريون الطب ومارسوه، ووضعوا شروطا المقبولين في دراسته. وكانت هناك مستشفيات خاصة لعلاج المرضى، وعرفوا التخصص في الطب، فكان هناك أطباء في الجراحة والأسنان والعيون والنساء. ومن أشهر الأطباء امحطب وأمنحتب بن حابو. أيضا بالنسبة للتحنيط ده أكبر دليل على براعة المصريين في هذا المجال.
وكان اعتقادهم أنه تحنيط الميت لحماية جثته من يتمكن في العالم الآخر من العثور عليه. طبعا الكيمياء اهتم المصريون بالكيمياء. تعود كلمة كيمياء إلى كنت وتعني الأرض السوداء، وساهم المصريين في تقدم علم الكيمياء ونبعوا في الصناعات الكيميائية. أهمية الكيمياء أنها تدخل في صناعة الزجاج وكيمياء المعادن، صناعة الألوان وأدوات التجميل، وإعداد المواد اللي بتدخل في التحنيط وصناعة العقاقير الطبية. كل دي أسباب دفعت المصريين للاهتمام أو النبوغ في علم الكيمياء. أما بالنسبة لمجال العمارة، طبعا العمارة دي بتعبر عن ثقافة الشعوب وإمكانياتها. وتميزت العمارة في مصر الفرعونية بالبساطة والضخامة والعظمة، وكان للعقيدة الدينية عند المصريين تأثيرها في فن العمارة، وظهر ذلك واضحا، وذلك لإيمانهم بالحياة بعد الموت جعلهم يهتموا بتشييد القبور أكثر من المنازل، واستخدموا الحجر في بناء المعابد والمقابر. وأيضا ظهرت العمارة في المدن، وقسموا المدينة إلى أحياء سكنية، وكان هذا التقسيم على أساس طبقي، يعني هناك أحياء فقيرة وأخرى متوسطة وثالثة لعلية القوم. وكانت توجد بالمدينة مراكز إدارية ودينية من قصر الحاكم والمعابد والمنشآت العامة، وكان تخطيط على شكل دائرة يحيط بها سور من الطوب اللبن وحصول لحمايته. ومن أشهر المدن زي ما مر بينا قبل كده منف وطيبة وأخيتات. بالنسبة للمقابر، طبعا تطور بناء المقابر عند المصريين القدماء من حفرة في الرمال يوضع فيها الميت إلى مسطبة بنيت من غرفة أو أكثر للدفن من الطوب اللبن اللي هو الطوب المصنوع من الطين. ثم بعد ذلك الهرم المدرج، وهو عبارة عن مجموعة من المصاطب فوق بعضها، وتضم أدوات وأثاث الملك مثل الهرم المدرج أو هرم زوسر، ثم الأهرام الكبيرة اللي هي أهرامات الجيزة. دي كلها كانت عبارة عن مقابر للموت. وهناك مقابر منحوتة في الصخر، وتتمثل في مقابر عصر الدولة الحديثة مثل وادي الملوك غرب الأقصر. يرجع اهتمام المصريين بمقابر الملوك وتحسينها إلى الحفاظ على جثة الملك بعد الموت، لأنه شرط لبعث الشعب، لأن الملك في نظر الشعب مقدس لتأمينها من اللصوص، لأنه كانت بتوجع فيها الأثاث مثل حلي وأشياء ثمينة إلى جانب جثة الملك. بالنسبة للمعابد عند المصريين كان هناك نوعين: معابد الملوك الجنائزية ومعابد الآلهة. معابد الملوك كانت معابد خاصة بالكهنة وأهل الفرعون، وكانت تقام بها طقوس الجنازة على فرعون، وتقام بها الشعائر والأناشيد الدينية، وتكتب على جدرانها تواريخ أسرة الفرعون وأصله ونشأته. وكانت من أهمها معبد منتحتب الثاني وحتشبسوت، وكذلك معبد رمسيس الثاني. أما معابد الآلهة كانت تبنى بأمر من الملك، وتقام فيها الطقوس اليومية للمعبود، ويقوم بها الكاهن العظيم نيابة عن الملك، وتكتب عليها تواريخ الملك وتوليه للعرش حتى وفاته، وتعرض فيها أهم إنجازاته مثل معبد الكرنك والأقصر وأبي سمبل. طبعا الفن المصري هنلاحظ أنه تأثر بالبيئة، وكذلك العقل المصري متطور الأحداث. وأهم الفنون النحت
وهنلاحظ ظهر عصر ما قبل التاريخ كانت تنحت التماثيل من الطين والعظام والعاج. ازدهرت الصناعة في بداية العصر العتيق، وكانت صناعة النحت يعني وتصنع من تماثيل النحاس. ومع أواخر العصر العتيق بدأ الفنان المصري ينحت التماثيل من الحجارة. وأشهر تماثيل للدولة القديمة تمثال الملك خفرع وتمثال أبو الهول. ومن تماثيل الدولة الحديثة تمثال تحتمس الثالث. بالنسبة للرسم والنقش، ظهر الرسم في عصر الدولة القديمة وبلغ قمته في عصر الدولة الحديثة. وكانت المدينة التي تعد مركز للإبداع الفني طبعا طيبة. وده سؤال كان في الامتحان في العام الماضي، واللي ازدحمت بالعمال والمهرة والفنانون في الجانب الغربي. وكان الرسم على الجدران ويتم تلوينها في القبور، وكان هناك أيضا النقش على الحجر في المعابد. من أعظم مظاهر الرسم ما وجد في مقبرة توت عنخ آمون، والتي اكتشفت عام 1922. وهناك أيضا الرسوم الهزلية، وسبقت مصر الحضارة البشرية في معرفة هذا النوع من الفن. وكانت بداية ظهورها في العصر الحديث، وكان الغرض منها التعبير عن الوضع الاجتماعي والسياسي للدولة. ومن أمثلتها رسم هزلي يمثل قطا يقود مجموعة من الأوز. وكده ينتهي الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.